تعال اوريك ازاي بيتم مراقبة عربيات قطار التلج الجديد. زي ما حضراتكم شايفين غرفة كاملة لمراقبة القطار وموظف قاعد علشان يراقب كل حاجة. اعتقد هتحس بالامان، مفيش اكتر من كده امان. ايه الاخبار يا باشا؟ ربنا يوفقك. زي ما حضراتكم شفتوا ده القطر. هنا طبعا في مجموعة الكراسي ديت اللي اعتقد ليها استخدامات للمعاقين. احنا هنا حرفيا بنتكلم عن مستوى طياره مش قطر عادي. اتمنى حاجه زي كده تبدا تتعمم في مصر. مصر كده كده فيها مستويات كتير من الناس، كل واحد طبعا حسب دخله المادي بيناسبه حاجه معينه. الاهم طبعا ان ما يتمش اهمال القطارات التانية اللي هي طبعا اقتصاديه واللي هي الغالبيه بتركبها. واللي طبعا انت حتى مهما كان مستواك المادي المتوسط مش هتقدر تركب القطر ده كل يوم. انت كده كده طبعا محتاج قطر اقتصادي تاني تبدا تركبه كل يوم. تقريبا في خلال ساعتين ونص وصلنا اسكندريه. انا ما حسيتش ان انا سافرت. القطر هيبقى مناسب جدا مع عوده حركه السياحه باذن الله، ان يشمل كل المحافظات بالذات الاقصر واسوان. طبعا